يا جورج انا عندي اكويتي كتير قوي 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 وعاوز اخد الفلوس دي كلها. طب ما نيجي بقى نفكر ازاي البنك بيبص على الحاجه ديت. اول حاجه بيبص على سعر البيت النهارده كام، فنقول مثلا 500، فيقول لك البنك لا انا عاوز ايه 20% ايه احط عندي اسيبه كده ايه احتياطي. طيب نعملها ازاي؟ نضرب ال 500 في 80% يبقى كام؟ 400,000. طيب انت عندك اللون الاولاني كام؟ 200,000. فدلوقتي 400 ناقص 200 يبقى يتبقى ايه؟ 200. طيب انا بقى عاوز ال 200. ماشي يا عم جورج، بقى 300 لا هاخد 200. حلو، بس البنك هيقول لك ايه؟ لا انا عاوز بقى ايه منك شروط، لازم يكون عندك 680 بايكو سكور او اعلى. 2 لازم يكون في فاليو او ايكويتي وانت عندك ايكويتي. 3 حاجه لازم يكون في انكم علشان هو عاوز يضمن اللي انت تدفع البيمنت، اسمها ability to pay. فبيروح جايب ال 200 زائد ال 200 الثانيه اللي هو الفيرست لون زائد السكند لون ويجمعهم على بعض ويقول لك انا مش هديك ال 200، انا هديك بس 100 عشان الانكم بتاعك قليل، او هيديك ال 200 كلها. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو عاوز نتكلم مع بعض خش على gmbrokerage.com وهتلاقي زوم لينك وتحجز ميعاد ونتكلم مع بعض براحتنا.